على رسول الله. أيها الأخوة الأفاضل، في هذا الدرس سنتكلم حول مرحلة الدعوة السرية. الدعوة السرية. طبعا كما نعلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبدأ مرة بالعلن. أيها الناس أنا رسول الله، بدأ بأقرب الناس إليه الذي يثق فيهم. وأول من بدأ الزوجة والأولاد وابن العم هو علي وخادمه زيد وصديقه الحميم المقرب إليه أبا بكر رضي الله عنه، فآمنوا كلهم في يوم واحد. فبعد ذلك بدأ هؤلاء بالعمل. علينا أن نفهم هذا. بدأ هؤلاء بالعمل. لم يجلسوا في بيوتهم ولم يقولوا خلاص دخلنا في الإسلام فاعمل ما شئت يا رسول الله فنحن خلاص نحن من أصحابه، ولكنهم بدأوا بالعمل. هذا علينا أن نفكر فيه. إذا كان لدينا مشروع، لدينا فكرة، فعلينا أن نعمل كل من تلقاء نفسه حسب المنهج المقرر المعروف الذي يقوله لنا القائد أو الرئيس أو المستشار أو الذي نحن قلنا خلاص نحن نسير خلفك، ولكن علينا أن نعمل. هذا ما سنتكلم عنه بإذن الله تعالى. برایت عزیز، حتی چوی مگو صحابیکو بو مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم روزا اول باطل بو خدا جرا بود پیغمبر چی که دست فکر اسلامش ملت را بولی پیغمبر به متوده کی هیدی ام کردی خود بجن بشاری بدنگی نکر قیرقی نجج ملت را نباس پیغمبر اولا جنا خرابوش کچکی خرابو جب اسمام بی علی اوجا مالاوی داود خدمتکاری زیدی فری حارثه دوست بی نزدیک ابو بکر الصدیق شو اول جوان ابو ابياجي معنا بأول دابا فكرة كاتها إنه هذا فهي فكرة كيمي بروجا كاتها هذا بروجا تجي ملات لا تشتكي غريبة يعني تشتكي نوع كاس كنا بيستيا يجي ملات بيشتكي فعمنا كتشيا ناش حكمته يترابي بعلني بأشكرا بقيرة كيمي تشتكي حكمة نوع حكمة تزيد هدي حتى كنت جروبك بنجاهك زمينك هناك إنسان عمادتك كنت قادم لقيت كار وخباطر پیغمبر جواب صلى الله عليه وسلم نزیکترین کسی که جوان یقین که باور بوان استریش کسی را نبیجن وانا پیرا کار وخباطر ما پیغمبر بتشتکر لی اوان انسان هانی ایرو تشتکر به سر خبر داد اوان دمی کو تقریبا 2 سال 3 سال پیغمبر بدزیکا اسلامش ملت را بولی امی تشتکر اینکه سر بسکنن رولا اوان کسی که بود مسلمان در روز اول در روز وان چکر مثلا اینا امزان دکن پیغمبر شما اسلام جوان را گو و وان انسان گو مسلمان شما مالا خرونشت پیغمبر هر خدمت کرد نه پیغمبر وظیفه کرد اما اوان انسان هانه نسکدیم کارو خبات خود کردن یعنی معنوی هر خشت ناخی استی سروکی و خطابه تو کارو خدمت بکه اجتهاد تیج کارو خبات کی ارتشت انا ایران میخواین تماشا کن غیرت وان انسان جبون اسلام چکرن یعنی کارو خبات کی بردار جنوی دا چون کی ناس که اسلام جوانا کو امی آن سروان خبر ده. وقلنا اول الكبار في الاسلام هو ابا بكر رضي الله عنه، فلننظر ماذا قام به ابا بكر. ابا بكر لم يقل خلاص اسلمت وساجلس في منزلي، لم يقل هكذا. ابا بكر كما نعلم وكل منا له صديق وحميم ومن يقوم ويجلس معه. فأبا بكر كان رجلا محببا في قومه، فبدأ كذلك هو كما كان الرسول يدعو من يثق فيهم، بدأ أبا بكر يدعو من يثق فيهم كثيرا، من بإمكانهم أن يحافظوا على سره. فأول من تكلم معه صديقه عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان عمره حوالي 34 يعني أصغر من أبا بكر بعدة سنوات قليلة، ولكن كان له صداقة قوية مع أبا بكر. فأبا بكر تكلم معه وقال يا أخي هل تظن بأني لا أحبك؟ قال أنت تحبني. هل تعتقد بأني يريد الخير لك؟ قال نعم أنا أعلم بأنك تريد الخير لي. قال سأدلك على رجل وهو نبي محمد. خلاص الرسول هو أولا كان معروف بأنه أمين، وأبو بكر كذلك أمين صديق محترم، فالذي يدعو إليه أبا بكر يعلم بأنه يريد خيره فدخل في الإسلام.
وما هو ملفت للنظر أبا بكر لم يقل تعال إلي أنا هكذا، قال هناك رجل أكبر مني وأعظم وهو الرسول وهكذا، فكذلك له تأثير. أحيانا تقول الناس تعالوا إلي، الناس لا يأتوا إليك، ولكن إذا دعا أحد غيره إليك ربما يأتوا إليك، ولكن أنت تقول تعالوا إلي أحيانا يكون فيها مشكلة. فأبا بكر قال نذهب إلى هذا الرسول فهو الرسول هكذا. دخل عثمان في الإسلام، وعدة أشخاص. عبد الرحمن بن عوف سأتكلم حول أقول لك مع أعمارهم الذي الكتب يذكرونه. عثمان 34، عبد الرحمن بن عوف 30 سنة عمره دخل في الإسلام، أول الذين دخلوا في الإسلام من خلال أبا بكر. سعد بن أبي وقاص 17 سنة، أطفال شباب. زبير بن العوام 12 سنة. طلحة بن عبيد الله عمره 13 سنة. شوف كبار وصغار، سنتكلم حول هذا. ما السر في دخول هؤلاء في الإسلام عن طريق أبا بكر؟ يا كان كسب وتحول الإسلام جملات رابط مشتي في حمل أبو بكر وقال الجماعة أبو بكر الصديق ما يقول أبو مسلمان نشو مالا هنا ولا شاي قعبة كباهم خلاص أسفلتي أسبوع مسلمان وتمام في حمل أنا خلاص أسفلتي أزهار الكمال وأنا درجة وظيفتي قالوا خبرتك يسرق. أبو بكر ما راح ناسكنا. أبو بكر في دوست يهمون هبالي يهمون شواب في حمل جياكين بكر وإنسانك محترمة. أبو بكر إنك دوستي ويهبو. شن إنسان أبو بكر بو سبب بو مسلمان. أجنابهم بو عثمان يقول عفوا حسب عثمان، عبد الرحمن يقول عوف، سعد يقول أبي وقاص، زبير وطلحة. أمان سينش حبي هاني أبو بكر بو سبب بو مسلمان. أبو بكر جوانا تقول بدي أس دوستي ما تقول أهل، أس دروات نورات إنسان كباش، أس خير وقواسن أورات قواسي. إذا أنا وفلان كس بيخبر شيء خطير ناس يعني أنا بتظن وياك جواب محترم الفندية دروما كحيلنا أنا عندك مكة نابي جلال قلت محمد الأمين أو ظنه هو بيجي بيخبر بس بيخبر قديمه ولا أسكره ولا فاز أمر إمام بيبينه أو أنا إجهاض النوم مسلمان أمر إنسان هاني بوسيلة أبو بكر وأنا أني جنب بيخبر هو مسلمان أمانة داوي يكون إنسان مهم للإسلام داوي مستشار بيخبر هو إنسان ناظم هو حتى جوان كسر كبيغمبر مسجينا جنات يك جارك كده دوانا بيجن 10 المبشرين ده كسر بيغمبر جارك يقول فلان كذا فلان كذا فلان كذا او جي يك جوان كسر بيغمبر مسجينا جنات داك بشكل انا بيظن شيء ده ناجن انا بيكرهونا بالدرس انا كان حبيبي شنو ناقه بيكرهونا دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تجارك كده مسجينا خيره داوان داي حبيبانه أبو بكر وعمر عمر كذا عمر في باشي وزبير وطلحة وأبو عبيدة أبانا كان في خبر صلى الله عليه وسلم نابي وانا جنة يبو ميكروفونات إلى جدا بعد إذنكم لازم نصلح الميكروفون بعدين نكمل إن شاء الله. التكنولوجيا هكذا يدوبوك أحيانا. أفضل الطريق هو طريق القديم. في شيء طيب ماذا نفهم من دخول هؤلاء في الإسلام مع فارق العمر شباب وأطفال 12 سنة 13 سنة 17 سنة عمر صغير؟ نفهم من هذا أيها الكبار لا بد من حسن العلاقة مع الأطفال ومع الشباب. الكبار عليهم أن لا يقولوا أصبحت كبيرا فأنت بمنزلة ابني أو منزلة حفيدي لا تقترب مني، هذا شيء غير صحيح. علينا أن نتحبب ونتقرب ونسلم ونتكلم معهم نحببهم. الكبار أو المتوسط العمر هم حلقة الوصل بين الشباب وبين المستقبل. فأبا بكر كان رجلا له علاقة مع الكبار ومع الصغار، فالصغار كانوا يحبونه لأنه كان يتكلم معهم. ولا تنسوا شيئا أيها الكبار، الأولاد يحتاجون إلى من يحترمهم، إلى من يقدرهم. إذا أنت رأيت رجلا
ولكنك لم تقدره، لم تحترمه، لم تعطيه المكانة، لم تسمع إلى كلامه، هو لا يثق فيك ولا يتكلم. ولكن إذا أنت قدرته وتكلمت معه وأعطيته القيمة والوزن فهو يسمع كلامك ويتقرب إليك. فأبا بكر كان رجلا هكذا له علاقة مع الشباب ومع الكبار. فالشاب حينما يسمع رجلا مثل أبا بكر يدعوه إلى شيء يقول خلاص أنا أثق فيك، أنت رجل صادق، فدخلوا عن طريقه إلى الإسلام. ولكن اليوم نحن نفقد العلاقة مع الشباب. الكبار كلهم موجودون في المسجد، ولكن أين الشباب؟ كم منا له علاقة مع الشباب غير أطفاله غير أبنائه؟ قليل منا له علاقة مع الشباب، فارق العمر قد يكون 20 أو أكثر، ولكن قليل منا له علاقة معهم. فعلينا أن نقيم العلاقة حتى عن طريق هذه العلاقة يتقرب إلى الإسلام، أو تستطيع أن تعطيهم فكرك ومبادئك وقيمك. ولكن إذا لم نجد هؤلاء إذن الخطأ من عندنا. ما قوام بيجن كما دور أبو بكر رضي الله عنه وان إنسانا تشوى بون مسلمان وان زاروك بچوك، يعني حسابك أبو بكر عمري 38 39 سالة، زاروك عمري وان 12 سال 13 سال. أبو بكر دبا وسيلة برادرية وان دوستانية وان بأبو بكر راهي إيرو أو تشتي عن الجماتنا. أبو بكر يجب أن بيجن بيخنبر صلى الله عليه وسلم إنسان وكما أنا وقت ما ظن نتكره نتقو توكا نبي مني لا مني تورني مني وهاند قوتن إنسانه زاروك إيروك نبي تبه صبرت بظلام ما ظن دبه زاروك إيرو عمري دهبه 10 سال باشد به 20 باشد به 30 باشد به 40 لازمت احترامي بدي برا خبر بدي قيمتك بدي كي أبو بكر شخصك وهاب وخدای عالم دا طبيعتك دا بيكي بجنجارا بزاروك أرش خبر دا دوستاني براتي مرحباتي دا ودسن تشتكيش بير وانكن. أم إنسان محتاج إنكو هناك قيمته بدن ما قبل شخصك دقال تخبر ده وقيمته داته وتشتري بخير بوتاكو تي وقت زانبي كو قيمته تهي. مثلا إيرو كما جحيل ما جوان ما الجامعة داتنا هاتن إمام دقال وان خبر ناده، هاتن حجي خبر ناده، هاتن مؤذن خبر ناده، اختيار وانا خبر نهردي ويتهرى تكي تبچوك يهرى جبارة بسكنه يهرى داوي چون در ودا دركتن. اما تماشاكن ابو بكر وانكر ابو بكر بوان زاروك يا 12 13 سال عمري وان بچوك يعني انسان عمري وان اوقا بچوك دقال وي هواي دوستاني برادري هوالي بوانا داود سان خبر ده افان انسان اخو بقيمت فهمت كرن ولا قيمتها من هي والله شخصك مظلوم هذا قال مخبر ده وقتك ابو بكر بشكل بوانا هوالتي تكر دوستاني تكر برادري تكر اواجه نزيكي ويتكر گهداری اوید کرن پیرا خبر دادن اقربای هفنن نه تفدوری هفن هر یکی لای بابکی يعني اما دیگر وی هوای گره تکلی هم هوالتی هم دوستانی هم به اینکه جحیل و جوانا رهبه اما معلسف ایروتنا چند مزگفت ما دالو جامعه مملت مته اوه ما عمره و مازن اف خدا خبردن گنج بچوک جلوان درانه فقیره دنگ یخناکن یاد کلمه بوانه خبردن گهداری هم که براتشتکی بیجن تخبر نده برقه نزان خبردن شاش قوتن جي دماغ بنيرت قهداريا وانت كي اي بجا والله قيمتها منها يا وانا قهداريا متكن اي صبر ورن بني افان انسان بتشوف عبد الرحمن كرة عف عمري بسيبو عثمان سيب شاربو سعد كرة بوقاص عمري يحفدبو سعد او قمطان مازنه بكو وقت ايران اخراج كرن حرب قادسيه سروك يوان سعد كرة بوقاص بو او سعد كبو بسلمان عمري يحفده صالبو دماغ شار كرن فارس مازنه خوشان بو عربي جراد قوت روستم مسلمان يجوا امي شري خوبشين شري ماجي سعده يعني سعد شاندن يعني زبير كره عوام ما شاء الله قهرمان كيبو طالحي كره عبيد الله قهرمان اريكي قهرمان كيبو ميرا كيبون تبجي بتشوكبون دماغ كنت بتشوكايت قيمته بديوان انسان دماغ مازن بن اوجد بن تشتكي بر قدر قيمات اباناجي مع الاسف ايرو كيمانيا ما يدنا برا اختيار وجنجاد عمر مازن بشو قداتن اختيار ما بالجحيل رب جوانا را خبر نادو والله تكيد به از حواله باب تم حواله بابيري من بيجي تجي انسان اجي انسان باحترامه بدم قدريه بك از الصبي رب بمسلامه كي مازن ايرو قبا قيمته ندي من از الصبي چاو مازن ببم زاروك خوي بچو گنج خو قيمته بدنوان وان مازن بكن بي وقت هاني صبي رب بمسلامه مازن تزانك وقيمته وان هي أبيام مش بحكمته أنا فهمت كركوات وانا أبو مسلمان جي
قد پیغمبر نگوته تکی وی زاروکی هانه ناوی کلمه نگو قیمت داوان احترام داوان ابيج مرة مهمة. قلنا أهمية علاقة الكبار مع الصغار كذلك القائد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف احترم هؤلاء، لم يصغرهم لسنهم، لم يقل 12 سنة إيه هو ولد صغير، لا، ولد اليوم يكون شابا في المستقبل ويكون قائدا بعد ذلك. فسعد ابن أبي وقاص دخل في الإسلام عمره 17 سنة، في خلافة عمر رضي الله عنه كان قائدا للجيوش الإسلامية حينما دحروا القوات الإيرانية أو قوات الفارسية كما نسمي. خلاص قال نسلط أسد المسلمين عليهم. فهو كان القائد لقوات الإسلامية في حرب القادسية. انظروا إلى هذا، كان صغيرا ولكن الرسول لم يصغره، سيكبر. ومن المهم أن نحافظ على الشباب. الشاب عقله فاضي، تحتاج إلى أن تملأه بالإيمان والأخلاق والمحبة، ولكن الذي عمره كبير لابد أن تمحي مرة أخرى وتكتب مرة أخرى، يكتب ما يكتب، حصل ما حصل، صعب جدا. ولكن حينما يكون خاليا تكتب عليه. الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، هكذا يقول العرب. فالرسول هكذا اهتم بهم صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا جامعات زاروكا جينجا قيمته بدنوان بتشوكي وان فهم بدن فهم كرنه وان بكن شونا ظلامه زاروكي بتشوك عقلي فالا تشكي تداتنا هارد ديسك هارد ديسك تلفون كمبيوتر فالا تتشبخي كي تداد مينه ايه عمري ما ظن قالت عولي وانا عقلي درخي جار كادي تشكي دي تخي كي اذا وقت توي درخ زرار ديكي تشكي دي تخيش قدر تدات نفساندن تدي دفتر هنا دفتر نفسي سكريبه بوك تجارك نفس عند بوت بجازي راكم تراكر تشو زرار دايكي جارك ادي بنفسي نيش خوشك درناي ليك دفتر تا بلويس في بنت تشتك تدا نفس عند به تشب نفسيني او خوشك تدا نفس عندن ابياجي درس كم از نجمرها. طيب بعدما دخل هؤلاء نحن نقول العهد المكي لها مراحل. مرحلة السر، مرحلة السرية 3 سنوات، والدخول في الإسلام كان على مراحل. مرحلة أولى هؤلاء، دفعة ثانية دخلوا في الإسلام، ودفعة ثالثة إلى أن اكتمل العدد في الإسلام. دفعة ثانية كذلك دخل مجموعة أخرى في الإسلام على أيدي هؤلاء، ودفعة ثالثة كذلك دخل مجموعة أخرى في الإسلام. بدأ يتوسع، ولكن ما يلفت النظر كلما يتوسع الحلقة نرى بأن الأسر دخلوا في الإسلام، زوج وزوجة، هكذا زوج وزوجة، زوج وزوجة يدخلون في الإسلام. مثلا منهم من دخل في الإسلام فاطمة بنت خطاب أخت سيدنا عمر رضي الله عنه، دخل في الإسلام قبل أخيها، مع زوجها دخل في الإسلام، هكذا. فنحن نرى الأزواج دخلوا في الإسلام. بدأ يتوسع، أولا كان شخص هكذا، ولكن بعد ذلك بدأ الأسر يدخلون في الإسلام. وصل تقريبا خلال 3 سنوات الذكور حوالي 40 واحد بعد دخول حمزة وعمر، هكذا يعني بدأ يتوسع ولكن بشكل هادئ. أمبيجن حلقة هاني حلقة إسلامي أبا عول پشتی کووانا جوان 6 حبه آن 5 حبه آن بو مسلمان پشکی فراتر بو، أو پشکی فراتر بو. دو گروه کادی کت نجارة کادی گروه کادی يعني هدي اف دائره كان بيجن حلقه هاني پشکی فرا بو. دفي حلقه هاني داشي شكل انسان هبون، اختيار هبون، لبراني تف جحيل وجنج بون وجن هبون، كوله هبون، عبد هبون. افانا تفت كاتنيكي لي تشتيكو برد او بالا انسان دقتا انسان دكشينه اقربای هفکیم بون. هر یکیش بابکی قریشی عائله کم مازن داره کم مازن هم بیجن، یکش بی عائله هات بو، یکش عائله دی هات بو، یکش عائله دی و های دی هاتمون کتمون اسلامی. لیتش اکیدیجی ام تماشاد کن هدی میروجن به هفراد کتن اسلامی. یعنی مثلا بریم بجن ابو بکر تنی بو پاشه کچای بو مسلمان، شخص اکیدی بو مسلمان جناویج بو مسلمان، یکیدی او جناخویدی ایجا عائله کتن اسلامی. دی اسلام ایده ایجا مالبات چه بون، مالبات بون. اول شخص یک ناد دوستینا ایجا مالبات چه بون. پیغمبر نوا 3 ساله صلی الله علیه و سلم تبع وان صحابیه بدزیکا هدی بقیر قیر به دنیا خراب کن بدزیکا وردا ودا هنا کیجوان عائله وان زانبون کزارو که ابونا مسلمان نه رو دنگ کرد گفتن قید ما واقع بجن
سياستك يا بوليتيكا كايرو هاي صبيت جاو خشبير بابكن زيدا بسروان دا نچون حضرت عثمان عائله بي حسيا خواستن يمكن كافر نهر نبو كافر سعد كرابي وقاص دايكاي ور حاصل جو ازنا ناخم برات رازيل ببي از بمرم ازنا ناخم براز بمر براملات بجع سعد دايكاي مر جبرچينا مر شوش پیغمبر اگو آیت هات خدا گو حرمتهم بگن لنا بن کافر شوش دايكا خورا گو داي گو ها گو والله يصاد حبرحيته هبن تصاد جرا بمري ساخ ببي اتسنا بن كافر اما شقار نانه خود ها چتره يعني ولا دايكاي توبه كر چو مال نانه خار خلاص نهر كوري نا كافر يعني ابي تشت يعني هات كان حبيو كوان برخدان يعني اريغو ماما ازناب تزاني تشتكي بك يعني أمر آخر أحب أن أقول لكم هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام بعضهم أهلهم سمعوا بإسلامهم ولكن كان هذا الكلام خفيا جدا فبعضهم حاولوا بدون أن يعلنوا حاولوا أن يضغطوا عليهم حتى يكفروا ولكنهم قالوا لن نكفر ومنهم عثمان رضي الله عنه ومنهم سعد بن أبي وقاص سعد أمه قالت سأبقى في الشمس لا آكل ولا أشرب حتى أموت جوعا وتعير به أي الناس يقول ماتت أمه من الجوع فهو ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أتى الآية وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما إلى آخر الآية الله عز وجل قال إذا أجبروك على الكفر لا تسمع ولكن عاملهم بمعاملة جيدة يعني هذا داوم على الاحترام ولكن بدون أن تكفر فهو عاد إلى المنزل وقال لأمه يا أمي والله إن كان لك 100 نفس تموت 100 مرة وتحيا 100 مرة حتى من أجل أن أترك الدين لن أترك أحسن لك كله خلاص يعني فهي رأت بأن الابن مصمم على مبدأه تركت وأبدا بالأكل خلاص رأى بأنه مصمم يعني تموت 100 مرة ومرة أخرى تأتي على الحياة لن أخرج من هذا الدين فهو هي رأت صلابته على الإيمان فبدأ بالأكل خلاص قطع الأمل هكذا نرى عزمهم وإرادتهم ولكن علينا أن نتكلم حول هذا السنوات الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم خلال هذه السنوات كان يربي الصحابة تربية علمهم على الصبر علمهم على التحمل علمهم على أن يكتموا الأمر لا يعلنوا مهما حصل بعضهم رأوا بأن بعد ذلك بسنوات بأن هناك من يطول لسانه على الرسول لا يتكلم يرى بأن أحد المسلمين يتعذب لا يتكلم لأن الرسول قال لا تردوا عليهم هم عفاريت الكفار يحبون الاستفزاز حتى يفهموا من هو مسلم وغير مسلم حتى يقتلوهم ولكن الرسول قال اكتموا لا تعترضوا لا تقاوموا لا تردوا عليهم فعلمهم صلى الله عليه وسلم على الصبر والتحمل وأن يتحكموا في أنفسهم هكذا يكون التربية أما اليوم ترى المسلم يرى استفزاز صغير يفقد شعوره يعمل أمور بعد ذلك يندم لماذا عملت هكذا يا أخي لم تتحمل هناك أمور يحتاج إلى التحمل الكثير تشتكي أنبياء بيجن قالوا جماعتي أفان إنسان يكبو مسلمان پیغمبر شكر صلى الله عليه وسلم پیغمبر نقود هرنش خواب توپه بليزن هرنش خاره بخون قعبه بخون هرن تور بابه جنبونا مسلمان وخلاص يدي سريخ نيشين نا جوانا قو باري مقرانه تدید گو کاروان ما بار ما گرانه ریا مدوره يعني پیغمبر جوانا گو بار ما گرانه ریا مدوره افکار هانه سر ایشاندن تده هي دل ایشاندن هي زحمتی هي پیغمبر مدرسه کی جوانا چکر بو مدرسه کافشارتی اف مدرسانه پیغمبر وان جوانا گو گرون فیر صبره ببن وان گهداری خدا و پیغمبر خدا بکن لگورا کیف اختشتکی نکن اگر هاتن سر وشکان تجی جواب وان ندن تمام نادن 13 سال مکه لسر مسلمان دشکانده مسلمان خسته مسلمان کشتن پیغمبر گو خداش مرا گوتی گرون دنگی خو نکن کافرات خواست مسلمان درکبن آشکارا بکن کی مسلمانه کی نه مسلمانه جبونه تبا بکشن يعني مكه دا انسان پرن چل حب مسلمان والله حتى چل حبي بکشن لو نوا چل حبي دا ای وقت حمزه هبنج وقت عمر هبنجي بكرديت بيجن يا پرانی میرانی خرات که يعني شخص کی چه قاسمیر بکو پنجه حب انسان ورد نکاری پنجه حبار شر بکی پیغمبر جوان را ویتش تیانه دگونه صبر و تحمل بکنود برسی با کس کی ندن لو ما جانا دن هرتن واي الظلم للمسلمان تيكرن يعني
بلال حباش سلم دهات كرن عمار كره ياسر دايكاوي البابي صحابي دي پیغمبر دو گرم دنگی خونک چند حبیبتن اکو غاتمون ناس کرن مسلمان ابدی و شارتی و شارتی و شارتی لإيرو مع الأسف الجماعتنا إيرو ميرك ذا مسلمان تشتكي تشدبت تشقى جراد بدنجي خناك بنت دنجي خبكي زرارة تادي راد بل ليت خي سري دشكينة تشتكي كذا وبيت بخاص كم نكرس بوشمان بوم أمام تماشات كم پیغمبر أصلا تربية كداوان أوان إنسان يعني فيري صبر خمازه دگو خدا گوته چه وکا خدا خلاص سمع و طاعتش خدا را گوداری خدات کن خدا بجا خبر ده بدن ندن نادن يعني او قصب بور خدي ایمان مازن پیغمبر گوهاد مال خل مکه بلن هر مدینه تبکی مال خو جن خو زاروک خشت چون هجرت کرن ابيا پروردگار پیغمبر صلى الله عليه وسلم تربيه کو پیغمبر داوان صلى الله عليه وسلم طبعا هؤلاء الناس الذين دخلوا في الإسلام لهم شأن كبير في المستقبل سنتكلم حينما نرى دورهم في الجهاد في الدعوة في التبليغ في أمور مثل هذا والرسول كان يجتمع بهم سرا أولا كان وزعهم إلى جماعات صغيرة كل شخص يتولى تربية وتعليم كم شخص آخر وكذلك من الفقراء منهم يذهب إلى الغني أحيانا يوزع عليهم طعام بدون ما يشعر أحد بأن هؤلاء منظمين كله سرا ولكن الرسول عين بيتا دار أرقم ابن أبي الأرقم ليس من قبيلة الرسول من بني مخزوم بني هاشم بينهم تنافس هكذا دخل في الإسلام الرسول كان يذهب إلى بيته وبيته تقريبا كان بالجانب من المكة يعني ليس في الداخل الناس لا يهتموا به ولا يشعر على بالهم بأن الرسول سيذهب إلى بيت أحد المنافسين لقبيلته انظروا إلى حكمة الرسول اختار بيت أحد الأشخاص لا يتصور أحد بأن الرسول سيذهب إليه وكان يجتمع بهم ويعلمهم القرآن والحكمة والدرس والمعلومات الإيمانية لأنهم سيكونوا قادة في المستقبل ما نراه بأن الصبر والتحمل والتعليم لها دور كبير ليس العمل مباشرة إلى سوق وكسر وإذبح هذا لا ينفع عليك أن تكون صاحب صبر وتحمل وبعد ذلك تعمل ما يصادفك پیغمبر ما بیاج بیج صلی الله علیه و سلم چکر مالکی نقاند بو مالکی گوت بر هل بجارت مالکی تعیین کربو گو امهرن وی مالانه درسه بخوینن مال شخص کی او شخص هانه مالاوی القراخ مکه بو نوا مکه دانه مشکل کلک کی بو او صحابی هانه جی نورمال عائله پیغمبر پر دوست ابنن او پر شف حسناکن يعني مکه باون هر کی باو کی بو اجا هر باو کو نابر باودین اجار نیارتی وان هبو يعني اجا او باوی هانه اوی چون مالای ناوی عبدالله کره ارقم بو ارقم هانه باوی وی کالوی او مالا پیغمبر بچیش که واکینو ام وجه ناوران لیمون بو یعنی بچکی ترش بو هف حسنت کرن بچکی هف حادث بون پیغمبر چون مالاوی اوج بو مسلمان دقت کس که ندکشان یعنی که ندگو محمد چه مالاوی ادگو نیاری هفن نا چه مالاوی دوره و نیاری هفنجی کس که زیاده دقت ندکر ده مالاوان دا پیغمبر درس ایمان درس اخلاق درس قرآن جوان دگو اوانا تب حاضر که روز هاتی را روی حربه روی شر روی مصیبت روی فقیری روی بلا و مصیبت پرمازن ورن پیغمبر تبا حاضر که تماشا کن بخیر درس هاتی و کن بخین وان انسان کو دوان سال عود دابونا مسلمان چقدر تشته مازن کرن يعني چقدر تشتا کرن دولت اسلام حتی وقت حضرت علی حتی کو بابو وانا تب اوان چند روز عود دابونا مسلمان چقدر فائده او تربیه پیغمبر داوان چقدر فائده که مازن گشتوان خدا عز وجل صبر و تحمل و فهم و عقل بدمجي امجد تربيه داد درس هذا بحكمت بمزانبون تشتا بيجن نوكا نزانا الله رام الكولان وكي قفال سري وجيكن وهانكن بحكمت بزانبون بصبر بتحمل دار خب صبر دينا او دار تمازن بلك تعجل كرو الله كر تو خواردن کی چه کی آگری گاوا که بنیدا پر زیده به خوارنت چوته آگر تگره کم به حتی خوارنت چه به خدا في حكمته بك نسيب ما إن شاء الله نرجو الله عز وجل أن يرزقنا حكمة الدعوة إلى الله عز وجل كما رزق رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا وسيلة خير لدعوة غيرنا إلى الإيمان وإلى الإسلام وإلى الهداية وأن لا يجعلنا الله عز وجل فتنة لغيرنا إذا أصبحنا فتنة فهذا مصيبة أحيانا يكون الإنسان فتنة هو يكون وسيلة الشر
فنرجو الله أن يجعلنا مفتاحا للخير وأن لا يجعلنا مفتاحا للشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.